بدي اقول لك، هاي الخيمة ابقى انصبها عندك لجهاد النكاح اللي عملتوه، لوساختكم، لقذارتكم. عن جد يلعنكم بهيك أمي وبهيك زمن. عشو بتشمتوا؟ على شو؟ إنه ما بتتقبلوا رأي؟ بتفوتوا للناس تهينوها وتبهدلوها؟ على شو؟ بشو شايلين لآخرتكم؟ يبقى هيدي مثل ما علقت عندي هيدي فنادق المتعة، من وين بدك تفتحها؟ من فلوس الدواعش اللي بتشغلوها سواء بمصر ولا بأوروبا. انتوا فاكرين الناس ما عارفة حقيقتكم؟ بعدين عيني ابقى افتح عندك بالخيم اللي قاعدين فيها اللي تشربتوا فيها. عرفتوا الا خيام؟ هونيك ابقى افتح لجهاد النكاح. يا عيب الشوم عليكم، امي فاسدة بكل معنى الكلمة. هجمتوا علي تعلقوا عندي بهالاسلوب القذر. ما بتتقبلوا لا نقد ولا بتتقبلوا، حتى لما بتعلقوا بقذارة وقرف. يلعن الارض اللي لمتكم. شو طلعتوا امي فاسدة. وطبعا الشعب السوري نضيف المحترم بقلوبنا وين ما كان، باي زمان وباي مكان. كل انسان وصف بيمثل نفسه. سلام. انه شو طلعتوا تبهدلوني وتهينوا فيني؟ انا ما جبت سيرتكم. وحده عم تكتب عن بلدها، حتى انه انا ممنوع اكتب عن بلدي. انا ما دخلني فيكم وبحقدكم وبكرهكم وبنفوسكم البشعه. شو بدك تمنعونا انه نكتب عن بلدنا؟ اسلوب الترهيب تاعكم لا ابدا ما بتسكتونا. شو بدكم تعملوا؟ صورنا واخدتوها، روابط وركبتوها. انتوا فاكرين انه بالاسلوب اللي يعني بتتبعوه انه حتخوفوا العالم وترهبوها؟ لا. يا عيب الشوم عليكم، فاسدين، متطرفين، ارهابيين. كل شيء بتعملوه ما عندكم تقبل لنقد الاخر او فكر الاخر. كل شيء بتفوتوا بتسبوا من الزنار وبالنازل. ما عندكم اخلاق، ما عندكم شرف. حتى تعليقاتكم قذرة. عن جد شيء مقرف. يا عيب الشوم عليكم، يا عيب الشوم. سلام لكل انسان محترم، لكل انسان عنده اخلاق وين ما كان. انا دايما بقول الانسان السوري الشريف هون بقلبنا. كل انسان بيمثل نفسه وين ما كان.